بنت اسمها أمل كانت لسه جديدة في المدينة، جاية تكمل دراستها هنا، وكانت أغلب الوقت لوحدها. ملهاش صحاب، ما بتخرجش، ودايما منعزلة. في الليلة دي كانت قاعدة في مكتبة الجامعة بتشتغل على مشروع جماعي. بس زي كل مرة زمايلها سابوها تكمل كل حاجة لوحدها. بالنسبة لها الشيء ده كان طبيعي، يمكن علشان اتعودت، ويمكن علشان ما كانش عندها حد تاني تقضي معاه الوقت، وكانت غالبا بتفضل انها تقضي الويك اند في المكتبة، لأنها من يوم ما جت الجامعة وهي ما كونتش أي صداقات. فضلت قاعدة تذاكر لحد الساعة ما قربت 10 بالليل. قامت لمت كتبها ورجعتها على الرف، وهي بتبص ناحية أمينة المكتبة. الست كانت بصلها كأنها مستنياها تخلص وتمشي علشان تقفل. أمل ابتسمت لها ابتسامة خفيفة، وبعد كده رجعت للترابيزة ولمت شنطتها. في اللحظة دي سمعت صوت غريب، صوت كأن حد بيزحف. بصت حواليها وعند رف كتب تاريخ الفن كانت حاسة إن في شخص واقف بيراقبها. غمضت عينيها وفتحتها تاني. الشخص ده اختفى، سحبت شنطتها بسرعة وخرجت من المكتبة، وكل شوية تبص وراها بس ما كانش فيه غير أمينة المكتبة. خرجت من المكتبة، الهوا بارد جدا وكانت رجليها بترتعش. المدينة هادية بطريقة مريبة، والوقت كان متأخر. هي عارفة إن ده مش أنسب وقت تمشي فيه لوحدها، بس قالت لنفسها إنها كبرت وإنها مش طفلة علشان تخاف من الضلمة أو تحتاج حد يطمنها. بس جواها كانت حاسة بوحدة قاتلة. وهي ماشية سمعت صوت خطوات وراها. لما لفت شافت شخص لابس هودي اسود داخل لنفس الشارع اللي هي ماشية فيه. الدم اتجمد في عروقها. الشخص ده كان ماشي وراها. زودت سرعتها وهي بتقول لنفسها الحمد لله ان الشقة قريبة. اول ما دخلت العمارة حست بالامان شوية بسبب نور المدخل وراجل الامن اللي كان قاعد، بس ما كانش مركز معاها، كان ماسك موبايله وبيتفرج على حاجة. دخلت الاسانسير وضغطت على زر الدور ال14، وقبل ما الباب يقفل شافت ايد اتمدت ومنعت الباب انه يقفل. ودخل شاب طويل وسيم، عينه سودة وفيهم لمعة غريبة. ابتسم لها وقال بلطف انتي ساكنة في الدور ال14؟ ما عرفتش ترد، اكتفت بهز راسها بخجل. قال لها انا ساكن في الدور ال13، وضغط على زر الدور ال13. عدى 6 شهور والقاتل لسه حر، محدش قدر يوصله. لما القاتل اطمن ان مفيش اي حد قدر يكشف هويته، قرر انه يرجع للعمارة مرة تانية. اختار نفس اليوم، ليلة يوم السبت، وشاف بنت واقفة لوحدها قدام الأسانسير. وقف وراها وتأكد إن حارس الأمن مش واخد باله منه وإنه مشغول كالعادة في الموبايل. غطى وشه بالهودي وركب ورا البنت الأسانسير. هي دخلت وضغطت برضه على الدور ال14، وهو ضغط على الدور ال13 وقال لها أنا ساكن تحتك بدور. بس البنت مردتش. راسها كانت لتحت وشعرها مغطي وشها بالكامل، لابسة فستان أبيض ومن غير حذاء. كان مستغرب منها بس ما اهتمش، هو كان في مهمة معينة جاي لها ينفذها ويمشي. ايده كانت في جيبه،
ماسك السكينة ومستني اللحظة المناسبة. وصلوا الدور ال13، خرج وبصلها وقال هشوفك. وقبل ما يكمل الكلمة التانية بص في الأسانسير، البنت ما كانتش موجودة. الأسانسير فاضي تماما، مفيش حد موجود. فضل يقول أكيد أنا مش بتهيألي. فجأة باب الأسانسير اتقفل بسرعة، والنور اللي فوق بدأ يطفي ويشتغل بسرعة كبيرة، وسمع صوت فحيح جاي من فوق المكان اللي هو واقف فيه. بص لفوق وشافها، كانت ماشية على السقف، شعرها طويل وبيتحرك كأنه تعابين، عينيها حمرة وابتسامتها مرعبة، ابتسامة مليانة أسنان حادة كلها دم. وشاف البقعة اللي على الفستان الأبيض، هي نفس البنت أمل اللي اتخلص منها من 6 شهور. لو القصة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان نستمر في تقديم المحتوى، وشكرا جدا ليكم وكل اللي بيدعمنا.